لجنة دعم الدراما العراقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء تواصل اجتماعاتها المكثفة مع شركات القطاع الخاص تمهيدا لإطلاق مبادرة دعم الدراما لإعادتها إلى سابق عهدها ودوران عجلتها بعد توقف إجباري فرضته الأزمة المالية. اللجنة المؤلفة من رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وعضوية ممثلي البنك المركزي وهيئتي الاتصالات والضرائب عقدت اجتماعا مهما مع شركات الهاتف النقال لإشراكها في المبادرة والاستفادة من إمكانياتها المالية في تقديم العون. دعم العملية الفنية والاجتماعية في العراق هو مسؤولية تضامنية بين الجميع، خصوصا شركات القطاع الخاص. لذلك بادرت هذه الشركات بوعود طيبة جدا بدعم صندوق دعم الدراما الذي سيفتح قريبا وبحضور شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال العراقيين. شركة الاتصالات أبدت استعدادها التام لدعم المبادرة والمساهمة الفعالة في الصندوق الخاص بها، وتأتي خطوتها هذه كجزء من نشاطاتها الاجتماعية التي تصب في مصلحة البلاد. مبادرة جيدة وممتازة، باعتقادنا هذه مبادرة نجاحاتها احنا نعتمد عليها. وجودنا كشركة خاصة كأساسل 100% احنا مع الدعم. احنا بدنا نشوفها جزء من إن ومسؤولية إن كلش مهمة، مال احنا ندعم الشباب وندعم الدراما والفن العراقي ونجرب نساعد وين ما نقدر. احنا بدنا نحس إذا تطور البلد ويتطور المجتمع مالتنا احنا هم راح نستفاد. من جانبهم عبر بعض الفنانين عن تقديرهم لعمل اللجنة والجهات المانحة، مؤكدين أن المبادرة من شأنها أن تعيد الإنتاج الدرامي والسينمائي المتوقف منذ نحو 3 سنوات. خطوة مهمة جدا، كان اجتماع مثمر. احنا طبعا نشكر دعمهم وانفتاحهم ورؤيتهم الواضحة لأهمية الفن للمجتمع. كان دعم موفق الحمد لله، وأول غيث قطرة. وعدونا خير أنه هناك دعم للدراما العراقية، وإن شاء الله العجلة راح تسير حتى نقدم دراما عراقية مشرفة للمواطن العراقي، نقدم ثقافة عراقية مهمة، نقدم